عمرك اكلتي اخطبوط قبل كده؟ الاخطبوط من ألذ المأكولات البحرية واكثرها فائدة. طعمه كده يشبه الكاليماري بس يعني ألذ شوية. كمان ليه فوائد عظيمة هتعرفوها معايا في الفيديو. وفي منه احجام، طبعا في الاحجام الكبيرة والاحجام الصغيرة اللي هو البيبي اوكتوبس اللي انا استخدمته في الفيديو النهاردة. وعملت الاخطبوط بثلاث طرق لذيذة جدا، تقدري تختاري منه اللي تحبيه والمناسب ليكي. وقدمته طبعا مع الكاتشب ومع صوص صيني اسمه وارشستر. تعالي اقولك تجربتي مع الاخطبوط. بس قبل ما ابدأ الفيديو، اللي ما يعرفنيش، انا الدكتورة سمسمة، ودي قناتي قناة صحة وجمال وطبخ، اللي بقدم لكم فيها سلسلة حلقات متتالية عن الصحة ووصفات للجمال والطبخ للمبتدئين. ويلا بينا نشوف عملت لكم الاخطبوط ازاي. ونبدأ ببسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك. اللي انا اشتريته الاحجام زي ما انتم شايفين، هي بيبي اكتوبس او احجام صغيرة، وده اللي كان موجود وقتها في السوق. الاخطبوط المفروض بيجي الراس بتاعته بيبقى فيها زي كيس من الحبر او الصبغة. الكيس ده مفروض بتشيليه. طبعا انا هنا كنت شايلاه يعني ما فيهوش الكيس، كنت حاطاه في الفريزر ما فيهوش الكيس ده، لانه هو في الحقيقة كان جايلي متنضف والكيس ده مش موجود. ابتديت احطه تحت المية واشيل الغشاء دوت. طبعا مش كله بيقدر يتشال، بس هو ما فيهوش اي مشكلة يعني. وبتشيلي العين بتاعة الاكتوبوس وبتبتدي تنقعيه في خل وملح. بس اهم حاجة انك تشيلي الكيس اللي بيبقى في الراس دوت بشكل كامل، والعين بتاعة الاكتوبوس، وتشيلي على قد ما تقدري من الغشاء ده علشان ما يبقاش فيه اي طعم زفارة. زي ما انتم شايفين المية نظيفة جدا جدا، لان انا اوريدي كنت غسلاه ودي تاني مرة في الغسيل. ابتديت اشيل العين بقى والحاجات اللي ما اتشالتش في اول مرة، وابتديت انقعه في الخل والملح. وهعمله لكم بثلاث طرق. ادي الملح وادي الخل ما بانش طبعا. الطريقة الاولى للتسوية وهو المسلوق. جبت حلة فيها مية بتغلي، وحطيت بصل وحطيت ملح وحطيت توابل بقى، توابل سمك وكمون والملح الصيني او سر الطباخ زي ما بيقولوا. وابتديت انزل بيه في المية السخنة. شايفين الاخطبوط وجماله بيبتدي اول ما يشوف المية بيبتدي شكله يتغير كده ويلف، الرجول بتاعته تلف كده ويبقى شكله رائع بصراحة. وهو كمان طعمه جميل وليه فوائد عظيمة زي ما قلتلك في بداية الفيديو. الاكتوبوس بيحتوي على فوائد عظيمة جدا، وهي انه بيحتوي على نسبة عالية من الاحماض الامينية اللي هي الاوميجا 3، اللي بتقلل الاصابة بالسكتة الدماغية. كمان بيحافظ على صحة القلب وبيحفز انتاج الهيموجلوبين. زي ما انتم شايفين ابتديت انزل بواحد واحد من الاخطبوط. شايفين بقى اول ما اتحط في المية لونه احمر وجميل جدا جدا، وليه فوائد عظيمة وطعمه حلو جدا. بيعزز صحة الدماغ، بيحد من الامراض النفسية لانه بيحتوي على فيتامين بي 5. هنا بعد ما سلقته بيقعد مش اكتر من 10 دقايق لانه حجمه صغير. طبعا تبع الحجم هنا، لانه حجمه صغير ما قعدش اكتر من 10 دقايق. ابتديت افصل الراس عن الجسم، وهبتدي احضر اول طبق من الاخطبوط وهو يعني مسلوق زي ما هو كده. طعمه اكثر من رائع وهو مسلوق. وانا يعني ما حبيتش اني اسويه جامد، لاني بحب انه يبقى فيه زي ماسلز كده وطعمه حلو ومش طري قوي. بيبقى طعمه افضل يعني ما يتهريش قوي على النار. اول طريقة جبت طاجن وحطيت فيه زيت ذرة، واخدت واحد من البيبي اكتوبس وحطيت عليه توم وكزبرة فلفل اسود وكمون
وبهارات سمك وملح، ودخلته الفرن. تاني طبق اللي هو قدمته مسلوق زي ما هو مع الصوص ورشستر صوص. الصوص ده تقدروا تلاقوه في اي سوبر ماركت او تقدري تستخدمي اي صوص انتي حباه. وقدمته مع البصل الاخضر والكاتشب والورشستر صوص والليمون. طعمه جميل جدا جدا. ادي الورشستر صوص صيني غالبا بيتقدم مع الاكلات البحرية. شايفين بقى جماله. ده ابني طبعا اصر ان هو يشارك في الفيديو النهاردة زي ما اخته شاركت في الفيديو اللي قبل كده. جميل جدا، طعمه جميل وفوائد عظيمة زي ما قلتلك. لازم طبعا تجربيه. بيقلل من الصداع النصفي لانه بيحتوي على المغنيسيوم. وده الطريقة التانية للتحضير. جبت طاسة وحطيت فيها زيت ذرة ونزلت ببصلاية متقطعة كبير جوليان، ونزلت بفلفل وابتديت اخدهم تشويحة كده، وتوم على كزبرة عشان يديني طعم. عايزة اقولكم الطبق ده او الطريقة دي تحديدا ريحتها جميلة غاية في الروعة، وانا بعملها غاية في الروعة. وابتديت اقطع اجزاء من الاكتوبس وانزل بيها واحمر كله مع بعضه واحط التوابل. السر هنا في التوابل، سر الطباخ، وملح وكمون والتوابل اللي انتي تفضليها طبعا. ونزلت بمية. الريحة بقى مش قادرة اوصف لكم على جمالها. وغطيته. وادي الطريقة التالتة. الطاجن طلع من الفرن زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا اقدمه. دي الطريقة اللي انا قطعت فيها البصل والفلفل. اكثر من رائعة، طعمها جميل وجوسي كده وتحفة. شايفين عامل ازاي. وكل مرة انا ما سويتش كتير لاني بحب ان هو يبقى مش طري قوي. دي الطريقة الاولى. والطريقة التانية اللي هي في الفرن، بحطه زي ما هو كامل في الفرن. والطريقة التالتة اللي هو المسلوق مع الورشستر صوص والكاتشب والبصل الاخضر. تقدري تستخدمي اي طريقة انتي حباها او مناسبة ليكي. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير عشان انتي تستفيدي وغيرك يستفيد. لو لسه مشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلصت حلقتي، ليكم مني ارق التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.